في بعض الأوقات لما بتهتم بحد زيادة عن اللزوم وتبص تلاقي نفسك إن أنت مش واخد حد الاهتمام ده منه، أو حاسس إن هو مش بيديك الاهتمام اللازم زي ما أنت بتهتم بيه، فتلاقي نفسك محبط. فيطلع لك حد كده من تحت الأرض يقول لك يا عم سيبك منه واعمل نفسك عبيط. أو برضه لو عندك فكرة وبتحاول تشتغل عليها قدر الإمكان عشان تحقق منها هدف معين، وفجأة تلاقي الفكرة ديت ملهاش أي نتيجة أو فيها مشاكل، فتلاقي نفسك زعلان وتلاقي حد يقول لك يا عم سيبك من الفكرة دي برضه اعمل نفسك عبيط. فممكن تقول في نفسك ايه هو بقى خلاص بقى كل حاجة في الدنيا اعمل نفسك عبيط؟ يعني لازم عشان اعيش واكون كويس بين الناس اعمل نفسي عبيط؟ انا مش جاي اقول لك اعمل نفسك عبيط زي ما كل بيقول لك اعمل نفسك عبيط، لا. خليني اقول لك على حاجه، لو اهتميت بحد شوف الشخص اللي تهتم بيه ده يستاهل ولا لا، اوزنها، خلي في ميزان يقدر يوزن لك الامور بشكل لائق. لو عندك فكره وعايز تنفذها وعايز تحطها في الفعل، اكتب الفكره على ورق وابدا شوف النتائج بتاعتها، اوزنها بميزان، وقتها هتلاقي الموضوع مختلف تماما. لو عندك مشروع ونفسك تعمله، اوزنه بميزان. الموضوع مش اعمل نفسك عبيط، لا، الموضوع اعمل نفسك ميزان، اعمل لعقلك ميزان. يومكم جميل.